ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل كحك العيد بأشكال مختلفة وبطريقة بسيطة بتاعت زمان تقليدية، بمحشي بالملبن وبالعجوة زي ما انتم شايفين كده، وناعم جدا. تعالوا نشوف المقادير. معانا 2 كيلو دقيق، ومعانا كيلو و100 جرام سمنة. حطينا السمنة على النار وهنشوف المقادير. هناخد معلقة خميرة كبيرة على نص كوباية مية ومعلقتين سكر. واحنا بنشتغل هقول لكم المقادير بالظبط. بنقلب الخميرة ونركنها. هنفضي الدقيق، 2 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات زي ما احنا شايفينه كده. تمام، ادي الكيلو التاني. هنحط عليه ايه بقى؟ ذرة ملح ونص كوباية سكر ومعلقتين محلب ونقلبهم في بعض. طبعا كله بالمعلقة المعيارية. وهنحط كوباية سمسم. يبقى المقادير تاني: 2 كيلو دقيق، كوباية سمسم، معلقتين محلب، كيلو و100 جرام سمنة، وغليناها على النار وحطيناها بالشكل ده. هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف للكيلو، واللي عايز يضاعف الكيلو يضاعف. انا كده بعمل 2 كيلو، دي مقادير 2 كيلو. تمام كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بنقلب كويس جدا. طبعا سخنة، بنحاول نطلع منها البخار عشان نقدر نبسها. هوريكم نبسها ازاي. اللي ما عندوش عجان واللي عنده عجان هيعملها زي ما انا اعمل كده. شايفين الخميرة؟ بقول لكم انها رفعت. دي معلقة خميرة واحدة معيارية. هبدأ بقى. شربت السمنة على قد ما قدرت، وبعدين عشان سخنة هطلع منها البخار والسخونية، وفي نفس الوقت اقبسها في العجان. تمام، مش هحط الكمية طبعا كلها عشان تبقى تقيلة على العجان. هقلب كده منها تبرد وفي نفس الوقت تتبس مع بعضيها. هعمل جزء جزء كده لغاية ما اخلص الكمية كلها. تمام، وهوريكم ازاي بقى تبسيها لو انت ما عندكيش عجان. بحط كده زي ما انتم شايفين حبة حبة لغاية ما احس ان العجان خلاص تقل، مش هحط تاني. زي ما احنا شايفين كده اهو. هنبدأ بقى نفضي بقى اللي في العجان في الطبق تاني. في شوية هم بتبسيهم بقى بالطريقة دي. هتبسيهم بالطريقة دي لغاية ما يمتزجوا كويس. على بال بقى ما العجينة تبرد شوية، هكون اعمل الملبن. ده كيلو، مش هحط عليه غير معلقة سمنة واحدة ومعلقتين 3 سمسم كده، وهدعكهم في بعض. حاجة خفيفة السمنة دي بس عشان ما يلزقش. منكترش السمنة في الملبن. طبعا لبست الكرابز ده عشان اعمل بيه، لقيته طبعا بيلزق فرحت شايلاه واشتغلت بايدي زي ما انتم شايفين. مش بعجن كتير عشان ما يسحش مني عشان الجو حر. بحاول ادخل بس السمسم كده وخلاص. وهبدأ اعمل كرة صغيرة كده. طبعا ايدي اللي مش عاجنة بيها ما بتلزقش اهي زي ما انتم شايفين. اوريها لكم دلوقتي اهي. دي ما بتلزقش عشان ما عجنتش بيها. هعمل بقى دايرة كده. الدايرة دي هتبقى حوالي، هوريها لكم على الميزان، هتبقى 9 جرام، والكحكة 22 23 جرام، يعني مجموع الاتنين 30 او 31 جرام. تمام، بنوزن 2 كده ولا 3 وبنحاول نقطع بقى زيهم اهو.
نحطها ونحاول بقى ايه نقطع نفس الايه المقاس ده عشان يبقى وزن واحد. وكذلك برضو العجين هنشوف دلوقتي. هنبدأ بقى زي ما احنا شايفين كده اهو بالشكل ده. العجين عندي خلاص اهو، بس بقى لسه ما حطيتش الخميرة كده، بسيته كله الخميرة بحطها كلها والفوران بتاعها ده، وهبدأ ايه اعجنها. عجنتها لقيتها لسه عايزة ايه مية. هحط ايه بقية الكوباية، انا كنت واخدة نصها، حطيت النص التاني وبعجن برضو لسه بتشقق. فهبدأ احط بقية الايه الكوباية. يبقى انا كده حطيت نص مع الخميرة وكملت النص التاني في العجين، وهحتاج كمان نص. تمام، هحط نص كمان، يبقى كده حطيت كوباية ونص. مجموع المية اللي انا حطيتها كلها على 2 كيلو كوباية ونص، لان نوعية الدقيق ده بتشرب ايه مية. ورحت حطاهم تاني في العجان عشان ايه يمتزجوا اكتر. مش قادرة اعجنهم بصراحة، فقلت ايه اعجنهم في العجان منهم يتعجنوا احسن، وفي نفس الوقت ايه يعني يريحني شوية. تمام، بعجن جزء جزء كده زي اول مرة اهو. انتي بقى لو هتعجني بتنزلي الطبق كده على الارض وبكل قوتك تعجني بايديك الاتنين، هيبقى نفس النتيجة. تمام، دي اخر جزء بعمله. وبعد كده بقى ايه هنسيب العجينة ترتاح لغاية ما ايه نشتغل فيها. خلاص كده ظبطت معايا، ما عادتش بتشق ولا اي حاجة. هنبدأ بقى نشكل في الايه في العجينة، بس هنسيبها ترتاح كده شوية صغيرين ونشوف هنشكلها ازاي. تمام كده اهي، شايفين هي طريت وبقت جميلة ومرنة وحلوة قوي. هنريحها بس شوية كده ونبدأ نشتغل ايه فيها. هنغطيها بفوطة كده خفيفة لغاية ما نشوف هنعمل ايه. طبعا جبنا الميزان، سبتها ترتاح 10 دقايق، وجبت الملبن اللي انا قطعته. هبدأ اوزن قطعة العجينة اللي هقيس عليها بقى كله. شايفين 22 والتانية 9، يبقى ايه 31. حلوة كده. هفضل بقى اوزن كده 22 23 وعملتها. شايفين جبت القالب ده وحطيت قطعة العجينة ونزل بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده اهو. ده الشكل بقى التاني ده كان سادة. هحط بقى واحدة تاني بالملبن كده زي ما انتوا شايفين. بفرد العجينة وبعدين بحط الكورة بتاعتها وارجع ايه ادورها من تاني، وبداري كل الملبن اللي جوه وبضغط عليها. ده لو هعمل بالايه بالمكبس ده. بس انا بفضل اللي هي النقش العادي، المنقاش العادي بيبقى نتيجته افضل واحسن، لان ده مهما كان مع منه في سمنة كتير الرسمة بتروح، انما النقاش ما بيروحش، المنقاش ما بيروحش. اوريهولكوا دلوقتي وهنقش بطريقة كذا طريقة اهو. بس كده نضغط عليها ضغطة خفيفة ونخليها عالية برضو على قد ما نقدر عشان الكحك ايه بيزيد شوية اهو بالشكل ده. كل 2 3 كده اعمله وبعدين انقشهم عشان ما العجينة ما تنشفش مني والنقشة معرفش انقش. هاجي بقى داير ما يلف كده على الجناب الكحكة زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعدين هعمل خطوط مستطيلة كده وهكبرها الحمى في الجناب. تمام، هنا برضو هعمل شايفين ارتفاع الكعكاية بوريهولكوا. هبدأ ايه انقش كده زي ما انتم شايفين اهو. انا كده عملت معاكم كل الرسومات اللي انا ايه هشتغل بيها. لسه في تاني رسمتين تاني هوريها لكم اللي انا هشتغل بيها. تمام اهو. عندي دي برضو مصفة الزيت، دي مصفة البطاطس بتاعت القلاية. انا ايه هعملها لان ما عنديش بصامة،
فقلت بس انا مبحبش برضو ديت، ما مش بتبان وتحس ان الكعكاية سادة يعني. اهي شايفة مش باينة اوي اهي، حتى مش عدتها تاني، شايفين اهي. بس انا مبحبش بقى الرسمة ايه دي خالص. ما عجبتنيش، قلت هعملها بالمكبس احسن، شكلها الطف وارتب من كده اهي. طبعا فرق كبير طبعا، زي ما انتم شايفين كده عملت 4 رسمة و2 رسمة، هوريها لكم كده زي ما انتم شايفين جميلة جدا. هعمل ايه تاني بقى؟ دي الرسومات بوريها لكم تاني اهي، جميلة جدا. هبدأ بقى ايه اعمل رسمة تاني اللي هي ورقة الشجر في الكعك السادة اللي هو مفيهوش عجوة. هعمل ورقة كده زي الشجرة، ورقة شجرة، وهنشوف هننقشها ازاي مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. راسها مثلثة كده شوية، ونبدأ بقى نجيب الايه المنقاش ونعمل خط بالطول كده، نفصل بين الورقة شمال ويمين، ونبدأ نعمل الايه الفروع بتاعة الورقة كده اللي جواها العروق بتاعتها دي. وده كان شكلها جميل تحفة جدا. هنعمل كمان واحدة، نعمل في اليمين وفي الشمال قصادها 7 كده، نظام حاجة قصاد حاجة كده. فاضل لنا واحدة تاني، هنعمل رسمة تاني، بس دي بقى ايه هنحشيها عجوة. هنعملها اللي هي العجلة دي اللي هي المفتوحة، بقصرها شوية علشان ايه نبدأ ايه نعملها. تمام كده زي ما انتم شايفين. لو وصلتوا معايا في الفيديو لغاية اللحظة دي، ياريت تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنحط بقى كده العجوة زي ما شفتوا. هنعمل طول البتاع دي هو طول الكحكة، لما نلفها كده تبقى زي قد الكحكة برضه. اهي بنلحمها كده، طبعا العجينة ناعمة زي ما انتوا عارفين، كلها سمنة وناعمة بتلحم على طول. وبنعيد عليها بقى بالايه بالمنقاش كده، داير ما يلف كده، ومن فوق من فوق بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وشفتوها لما استوت في اول الفيديو كانت جميلة وتحفة جدا. تمام. هنبدأ بقى نعمل واحدة تاني اهي بنفس الطريقة. هنحط العجوة بنبرمها على قد الايه الكحكة الواحدة تمام. عايزة تضيقي الفتحة اللي في النص دي ضيقيها، عايزة توسعها، بس انا بقول كده كويسة على بال ما بتتنقش وبحجمها بيزيد، فالدايرة اللي جوه دي بتقفل شوية اهو. النقش سهل جدا عشان العجينة ناجحة وكويسة مش بتتعب. بس هنبدأ نظبط بس الدايرتين من جوه كده، ولو في مثلا غطاء ازازة حاجة ممكن تظبطوا بيه. وده كان شكله قعد في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط من 20 دقيقة ل25 دقيقة، وطلع التسوية بالمنظر اللي انتوا شايفينه الجميل ده. وشايفين الملبن جوه عامل ازاي اهو في الكحكة كلها، والعجوة برضو في الكحكة ايه كلها زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.